عندما جاءت القرعة ووضعت أنغولا في مواجهة المنتخب الجزائري وفي مواجهة المنتخب النيجيري ومنتخب الغابون بالإضافة إلى رواندا والزيمبابوي، لم يعتقد أحدا بأن منتخب أنغولا قادر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وبأن مسألة التأهل ستكون شبه مستحيلة. لكن اليوم بالرغم من أنها مباراة ودية، بالرغم من أن الأحاديث موجودة، شو اللي صار؟ طيب ممكن استفادة أخرى المنتخب السعودي بأن يضبط النفس في ظل التعامل مع مثل هذه الأوضاع. عموما حكم المباراة وليد الشرطي يشير إلى وجود بطاقة صفراء على ناصر الشمراني بعد التدخل الذي كان حاضرا في اللقطة الماضية على لاعب المنتخب الأنغولي. خميس للاعب غوبوا لاعب منتخب أنغولا، غوبوا اللاعب الذي يستمر منذ شوط المباراة الأول حاضرا هنا في التشكيلة الأساسية للمنتخب الأنغولي. ريكاردو غوبوا والتدخل اللي كان موجود ما بينه، شوف ناصر الشمراني شد قميص لاعب المنتخب الأنغولي، شد قميص لاعب المنتخب، يعني المنتخب من الأسماء حتى يمكن القمصان صناعة محلية، حتى يمكن القمصان صناعة محلية. لا 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 أبدا أبدا تصرف